السلام عليكم. عمرك حسيت قبل كده انك محتاج تبعد عن كل الناس، بس فجأة لقيت نفسك وقعت في فخ الوحدة ومش عارف ترجع ازاي؟ انا حاتم راضي، استشاري نفسي، وهنا بنحاول مع بعض اننا نفهم نفسنا قبل ما نحكم على بعض. في الفيديو ده هنجاوب على واحدة من اهم واخطر الاسئلة اللي جات لنا بعد الفيديو اللي فات، وده هيكون اخر فيديو بالنسبة لموضوع الوحدة. الاسئلة هي: هل هناك فرق بين الوحدة والعزلة والاختلاء؟ وهل كل الناس اللي بتحب تقعد أو تبعد عن الناس هي ناس مريضة؟ وليه أوقات الوحدة ممكن تتحول لخطر أو إدمان؟ لو بتعيش لحظات لوحدك ومش عارف ده طبيعي ولا لأ، فالفيديو ده ليك. خليني أوضح لك قبل ما تقع في الفخ. خلينا في الأول نعرف إيه هي الوحدة، وإيه هو تعريفها، وإيه هي العزلة، وإيه هو الاختلاء، وإيه اللي ممكن يكون الفرق اللي بينهم. أول حاجة حابب أتكلم فيها وبشكل كويس أو بشكل يكون شوية بسيط هي الوحدة. الوحدة ما هي إلا شعور داخلي بالعزلة وعدم الترابط، حتى وانت في وسط الناس تحس انك مش مفهوم او مفيش حد قريب منك، وده غالبا شعور غير مرغوب فيه، لان ده شعور مؤلم للغاية، وكمان لما بيستمر بيسبب قلق واكتئاب ومشاكل صحية جسدية بتظهر علينا كأنها مشاكل جسدية وهي في الآخر مشاكل نفسية. وهنا أنا بحب أقول حاجة من أقوالي الشخصية، إن وترجمتها الحرفية خلينا نقول باللغة العربية، يعني إن الوحدة ثعبان يدعي دائما أنه يلدغ بقصد الشفاء. تاني حاجة العزلة، ومن رأيي المتواضع إن برضه هي العزلة هي قرار شخصي بتاخده علشان ترتاح وتراجع نفسك، وأوقات بيكون هروب من اللي أنت موجود فيه، وعلى فكرة ده أوقات كتيرة بيبقى اختيار واعي يعني. لكن لو العزلة طولت ممكن تتحول لوحدة مزمنة من غير ما أنت تحس، وهيبقى الموضوع صعب. اما بالنسبه للاختلاء، ودي الحاجه اللي انا بفضلها يعني، ويا ريت تحاولوا تعملوها بس بالجانب الصحيح او بالرؤيه الصحيحه، هي حاله ايجابيه، لان ده تواصل عميق مع الذات او الروح، او نقدر نقول غالبا الخلوه بيكون ليها طابع روحاني تاملي بيخليك توصل لحاجات انت مش هتوصل لها غير بالتامل وزياده الروحانيه في الخلوه بتاعتك. مفاد الكلام ان الاختلاء بيغذي النفس، والوحدة بتولد افكار ممكن تغير حاجات كتير. بالمناسبة خليني اقول لكم قصة تحضرني دلوقتي عن الوحدة والافكار اللي ممكن تولدها، وهي قصة يعني منتشرة وناس كتير عارفاها وناس كتيرة بتتكلم عليها، وهي قصة الفار والاسد. مرة الفار طلب ان هو يقابل الاسد مقابلة شخصية، والاسد وافق. الفار قال للاسد: اديني الامان وانا ممكن اتكلم. قال له: معاك الامان. قال له: تعرف ان انا ممكن في خلال شهر انزلك من على عرشك واقتلك؟ قال له: انت تقدر تعمل كده؟ قال له: اه. قال له: خلاص خلينا نشوف. في اول اسبوع الاسد قعد وبدا يراقب الفار، لقاه عايش حياه طبيعيه جدا، مفيش اي حاجه غريبه. قال: ايه ده؟ مين ده؟ الفار ده ما هو الا فكره، انا اساسا مش شايفك، انت مين؟ في تاني اسبوع بدأ ينجذب انتباهه أكتر، وبدأ يبعد عن الكل، وبطل صيد، وبدأ يبص هو بيفكر في إيه، هو محتاج يعمل إيه. في الأسبوع الثالث بدأت العزلة والوحدة تزيد، بطل يصطاد نهائيا، وبقى قلقان إن هو يتواصل مع أي حد، لأنه بدأ يفكر مش عارف الغدر ممكن يجي من أي اتجاه. في رابع أسبوع الفار جمع الحيوانات ودخلوا على الأسد، لقوه ميت. بس السؤال هو ليه الأسد مات؟ لأن الفكرة خلته يعتزل ويتوحد، وبعد كده ما قدرش ان هو يرجع تاني، ففوق وقع في فخ الوحدة القاتلة. اما بالنسبة
للسؤال اللي هو هل اللي بيحبوا يقعدوا لوحدهم دول مرضى؟ اكيد طبعا لا. مش اي حد بيعرف يقعد لوحده، ومش اي حد بيعرف يقعد لوحده يبقى مريض. احيانا دي بتكون علامة قوة ونضج. لكن لما بتبقى الوحدة دايمة وبتبعدك عن الناس، فلازم تحذر. هو ده الفخ. النصيحة في وقت وحدتك: سجل مشاعرك، اكتب، راقب حالتك، اسأل نفسك هل الوحدة بتقولك ايه؟ الوحدة بتخليك اقوى ولا بتخليك اضعف؟ ايه الافكار اللي بتشاركها معاك؟ ده مهم جدا. ولو لقيت ان انت بدأت تبعد عن الناس، راجع استشاري، راجع متخصص، دي ما فيهاش مشكلة. هو ده كان الفيديو بتاع النهاردة. ولو حسيت ان الكلام ده لمسك، شارك الفيديو مع حد ممكن يكون محتاج يسمعه، واشترك في القناة وفعل الجرس زي ما بيقولوا عشان تشوف الحلقات اللي جاية، واللي هي هتبقى بناء عليكم وانتوا حابين ان احنا نكمل ولا لا. لو شايفين ان الموضوع مفيد، اكتبوا لي في التعليقات ايه اكتر حاجة بتحس بيها لما بتكون لوحدك. اتمنى لكم حياة سعيدة. باي باي.